نمشيو نحكيو على المنتخب ونمشيو للفقرة الثالثة نتاعنا، نختم شوية على الأحداث نتاع الترجي والإتوال. شنو تقول في الآخر سي جلال ومن بعد ناخذ رياض؟ نحب في هكا دي بوان بصفة برقية، نحب نقول السي رياض البنك تاع الاسبيرونس في 11-1 مش كما قال هو. نحب نجاوبوا على مرة أخرى، نرجع للمرافقة الأمنية نتاع سي رضا شرف الدين وسي حسين جنيح اللي عمرهم ما دخلوا للترام معناها للواحد وتصور هاي قدامه. لا تلز فيا انا باش نجاوبك مالا بصراحه العباره مالا سامحني خلينا نعطيك في صار تو انت تلز فيا لهنا نعطيك فيرجول صغيره خلينا نعطيك مالا في صار في الموضوع هذا. انا نحكي على فيه والكولونيل الموجود في الملعب النجم نشاهدوا على الموضوع اللي صار. كمل نعطيك الفيل اللي صار. كمل باش نعطيك الفيل اللي صار. نحب نقول سي رازي اللي توالد ظلمت برشا وما عادش ممكن باش نسكتوا على الظلم مهما معناها كان مصدره والمأتم تاعه ومهما معناها كلفنا الامر وبالطرق القانونيه. احنا ناس نحترم القوانين ونحترم الهياكل، دونك كل شيء بالقانون ومن هنا القدام ما عادش ساكتين. نحب نقول اللي الاستحقاق راهو فوق الميدان. نحب نقول البطوله للاجدر ما تتلعبش على ماتش. نحب نقول اللي موازين القوى يلزم برشا ناس تراجع رواحها، موازين القوى تغيرت. واذا كان باش نفسر لك، واذا كان اليوم ليتوال كما قلت من بكري في اول المداخله نتاعي قلت الناس كل شهدت اللي هي احسن فريق تو موجود في تونس، هذا كل ما جاش بالصدفه. لا هذا فما خدمه وفما لا موازين القوى تحكي على الكوره ولا على شنو؟ خلينا نفهم. موازين القوى هاني في اخر نستنى فيك تفسر لي هذه بالذات. واذا كان ما تفهمش هاني باش نحاول نفهمك بالعربي خاصه موازين القوى. ما كلموش نتكلم بالعربي. دونك قلت اللي ليتوال معناها نبنيو من اخطائنا ونبنيو على الحوايج الايجابيه، وفما عوام تعدينا فيهم بفراغ. كونا فريق قاعدين نخدموا على رواحنا صافي 3 واحنا نكونوا ونتعبوا ونخدموا ونصلحوا في امورنا باش نوصلوا للي وصلنا له تو. دونك حتى حد ما ينجم يشكك في تونس اليوم في قدرات النجم الساحلي. ماهيش شوفينيزم وماهيش معناها هذه الناس كل تلاحظ والناس كل تشوف. اليوم كما قلت مش باش نعاود كلامي اللي يتوال متصدر. هل انت ماذا بك مع تشوف صور كيما هذه مسؤولين في الميدان؟ انا مش نختم لك خويا العزيز، خليني نكمل لك خاطر باش نجاوب ومن بعد نختم لك. دونك ولا الامور التسييريه وجيستيون دان كلوب الناس كل ولا الطرق اللي تجاري بها كلوب الناس كل ولا تعرفها وفما ناس طورتها. دونك ولهذا كل واحد معناها يتحمل مسؤوليته. كل واحد شنو الطرق؟ الطرق تو كي نخرج نفسرها لك سي غاز خاطر برشا وقت. لا عنده الحق اي برشا وقت عندك حق. فما طرق ما نعرفهاش خاطر انت جديد على الكره دونك نجاوبك عليها. لا قديم لكن طرق قديم ما نعرفهاش. تو نفسرها لك. ما قلتش طرق، انا ما سميتش حتى طريق، قلت طرق تسييريه جيستيون دو كلوب جيستيون دو جروب برشا والناس كل تعرفها. واحنا طرق جديده وفما ناس طورتها واحنا من الناس اللي طورتها واضح. وتو نزيد نكمل كي نخرج نكمل لك ان شاء الله ان شاء الله. ولهذا نحب نقول اللي الوضع هذا ما يلزموش يدور. استعمل له درس خصوصي مجانا معناها مجانا بالطرق الجديده والقديمه سي غازي. ايوه وتاكد يا سي غازي الطرق هذه اعطت اكلها واعطت نتيجه وجابت نتيجه. لا نعرف لا واضح لا واضح اكثر من هكا اكثر من واضح بالكدا جابت نتيجه سي غازي واضح. لا واضح ونعرف جابت نتيجه. انا مش واضحه ما تنوضحهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعملوا رونديفو تنوضحوا مع بعضنا الطرق هذه ان شاء الله ونشوف نفهم نشوف ما نفهمش خاطر الطرق ما نجمهاش. اي نجم. دونك قلت الوضع هذا لابد معناها يلزم التيار هذا يقف، لانه هذا من المشاكل هذه هي الجيش الشارع وهي اللي تعمل التفرقه وهي اللي تعمل الجهويات وهي اللي تعمل برشا مشاكل. ويلزم معناها المظاهر العنف تتنحى كما قلت لك كل واحد يخدم خدمته وكل واحد يحترم روحه ويقوم بواجبه ويكون مسؤول وبالقوانين وتطبيق القوانين وتحيين القوانين. وها بدات معناها المكتب الجامعي خذا خطوه يشكر عليها وان شاء الله تتوالاها معناها خطوات اخرى باش نوصلوا في النهار من النهارات تبدا عندنا كره نظيفه وباش كل واحد يعرق في التران ويبل المريول هو اللي يتكافى مش ناس اخرين تتكافى. سؤال نحب نسال سؤال ومن بعد نتكلم. موازين القوى من وقتاش تبدلت؟
سا ديبون خويا. اعطيني وقتاش، ما فما موازين قوات تبدلت، نحب نعرف من وقتاش تبدلت موازين القوات. موازين القوات تبدلت، شوف يا سي رياض. السنة تبدلت معناها؟ لا يا سي رياض مش السنة تبدلت. مالا وقتاش تبدلت موازين القوات تبدلت من عملوها يا سي رياض. ما عملوها، ما فما ايكيب اخرى شامبيون. تو مش ترجعني الكلام باش نجاوب على منتصر راني ما بيش ندخل فيه النقطة هذه. باش نقول لك يا سي منتصر راني ما جبتش كلوب افريكا، راني قلت ليتوال تسرقت لها البطولة وتسرقت لها بونتوات دخلت في الشبكة وتنحات وبرشا حوايج. مش باش نرجع خلينا مش نرجعوا للسيزون اللي فات. هو جبد ليه معليش سي جليل شنو قصدك بوازين القوى اللي تبدلت؟ موازين القوى يا سي رازي من عملوا للناس هاو الفنيين براس الناس الكل يقولوا لك ليتوال عندها ايكيب صحيح، عندها ايكيب قاعده تكون، قاعده توري في كره باهي. الديفيرينس زوج بونتو يغادي موازين قوات. موازين قوات تقطع فاشل في الامور الاقتصاديه، في الامور الماليه، في الامور السياسيه. لا سامحني عندك ورجال ولا ما عندكش؟ الله يخليك لا سكريف الله يخليك. موازين شو من على المستوى موازين القوى السياسيه تحب تقول على بلاطه قالش المصري واحنا متفاهمين. سامحني الله يخليك، موازين القوى عندك ملعبيه ولا ما عندكش؟ ماهيش موازين قوى، هذه سي لا تكنيسيتي، سو سون دي مويان سي فو بلي. عندك لي مويان ما عندكش. موازين قوى كمل بالله شو تنجم تقول؟ ليه كمل شو تنجم تقول على موازين القوى تبدلت، رجعنا للغه نتاع بكري موازين القوى وشكون كيما شكون وجهه كيما شكون. لا سامحني لا والله لا سامحني. مع كل احتراماتي للنجم الرياضي والمسؤولين نتاعو هما اصحاب واصدقاء ونعزهم، لكن موازين القوى ما تبدلتش. هي بيدها في البلاد وبلاد فيها جمهوريه ثانيه وفيها دستور ثاني والناس الكل تحترمها الله يخليكم. شنو هذه لغه كلمه الاخرى رجعنا الكلمه الاخرى بعد تقولوا غلطونا. لا حول ولا قوه الا بالله. ربي خليني من البلاتو خليني يرحم والديك. لا هكا هو مش كمل. موازين قوى مرتاح في دبي. نحب نقول يا سي غازي بنت يا سي غازي خلي يجاوبنا على المزاد. لا ما تعطينيش خويا. يا سي غازي ما نحبش تعطيني. نحب نقول ما تعطيني شيء. كلمه الاخرى نحب الناس كل تعرف في تونس سي غازي بن تونس هو حديث العهد بالتسيير الرياضي. ونحب نقول له ماهوش عيب ولكن مانيش خلي يكمل عاد. لا مانيش ونحب نقول له كلمه يفهمها هو كما يحب يفهمها. نفهم. قل لي من يدعي في العلم فلسفة حفظتها شيئا وغابت عنك أشياء. هذه باش نسكر البارونتيز. واضح. بيعطينا كلمة الختام نتاعك ولا كهو يزي في سكر البارونتيز. جاي رياض. قلت. إذا كان فما تدخل طبعا بعد ندخل إذا كان على لا نقعدوا الصباح وقتها كملت رياض وكهو. أول حاجة الكلمة تحس في النفس كلمة موازين القوى، لأن كنا لما نشوفوا موضوع وحكينا على تجاوزات وميساج نعديو نقولوا موازين القوات بدلت، هذاك علاش صار؟ لانه اش معناها نحكيو على كره القدم اش معناها موازين؟ الديفيرنس الكل بين الجمعيات شنو؟ نقطتين وثلاثه نقاط. اخي البطوله وين؟ شنو الموازين القوى اللي تبدلت يا الاطار مش هذا يا جلال الاطار اللي حكيت فيه الكلمه اللي تكلم عليها سي غادي مش هذا الاطار. حبيت تعدي ميساج والميساج فهمناه الكلنا، ولذا راهو موازين القوى ماهيش تتبدل في تونس. موازين القوى باش نعمل ماهيش تتبدل. خلي يكمل الفكره نتاعو. كان في بالك فما موازين قوى باش تبدل وباش نعاود نجاوب على الموضوع اللي قال هو ما دخلوش الملعب. انا نعرف اللي دخلوا الملعب وبشهاده الناس الكل، عندي تصاور لهنا موجودين نجم نعطيهم لك الحصه الجايه نتاع المرافقه، وانا بكل لطف معناها قلت راهو يخدم خدمه كبيره الحرس الوطني الامن الوطني، ولكن لو فما ديتاي جزئيه كي يبدا حاجه ماهيش معقوله نتكلموا عليها. انا نحكي على المستطيل الاخضر، حكيت كان في الملعب انا نهارتها فما واحد من المرافقه نتاعو حارس مدخل 4 سوبورترات تاع ليطوال من المان كورونت مدخلهم ديريكت للجرادان. خليني نكمل يهديك. انا ننظم ترى رياضي تونسي ينظم فماش عارف تتقوى انت. انا نتكلم علاش ما وقفتوش يا جلال؟ خليني نتكلم يا جلال. وقفته انا عيطت له وقفته عيطت للكولونيل اللي موجود في الملعب قلت له هذه ماهيش منطقه حارس، اش دخل الشيء هذا معناه في الموضوع؟ علاش يخليني انا نتكلم في الموضوع هذا؟ خاطر صارت حاجه وما حبيتش نجبدها انا احتراما اما انت كي تقول لي جاك ميساج ولا شكون قال لك جاوبوا هكا شيء اخوي العزيز. انا حبيت نجاوبكم الكل. فيما يخص موضوع مباراة هذه الاخرانية يختم خايبة الخاتمة اللي عملها. تخيل باش نعملوا خاتمة انا وياه اللي بتاع كورة وشبابة ياسر ونقولوا راهو عيب ونصلحوا ونشوفوا كورتنا. هذا يعطيك الصحة ونقولوا كلام اخر. انا باش نقول لك حاجة جلال، ما فماش موازين قوى، وهذا نزيد ناكد لك عليه وبالبروفة. احنا بالنسبة لنا احنا الكيل وفاه معناها ما عادش عندنا وسع وين نجموا نزيدوا نحملوا. انا نقول اليوم مباراة هذه بالنسبة للترجي الرياضي التونسي عنده 26 لقب. الترجي الرياضي التونسي انا ما نذكرش مباراة باللي صار فيها عمل تعادل.
انا ما نتذكرش في المباراه في البطوله او في الكاس على المستوى المحلي فما جمعيات مجاوك ما ربحوش ترجي في رادس لليوم ملي تبنى رادس ملي حل رادس اللي تو ربحت ذكرني وين عملنا كوب الكاف هذاك البطولات المحليه لا لعبه بالدود هذيك كوب الكاف معناها الترجي الرياضي التونسي في رادس عصي رغم ما يصير عصي الترجي الرياضي التونسي 26 لقب ما بالنسبه للناس بحاجه كبيره ياسر اللي الترجي تحلم به جمعيات الترجي عندها منه من عام 89 ولذا باش نقول يلزم اليوم ناخذوا العبره انا باش نعطي ميساج بوزيتيف نقول مش باهي اللي صار مش شيرات الكل بقطع النظر على شكون سبب نقول برافو لجماهير الترجي الرياضي التونسي اللي رغم هذاك الكل كانوا في مستوى وما قاموش بافعال اللي كانت الترجي تنجم تتحمل العاقبه نتاع الشيء هذا. نشكر اللاعبين اللي كانوا في الميدان معناها اسود وما خرجوش على الموضوع لانه كانت فاسيلمون واحد يخرج على الموضوع في الحاله هذيك. رغم هذا شو نقول فما بتي ديتاي لازمني نكمل به ماهيش في الخاتمه ولكن لازم نقول اللي راهو البطوله اليوم ما فاتش ولازم نشوفوا موضوع الاثارات. قابس عامله اثاره في التاس النادي الرياضي الصفاقسي عامل اثاره ما نعرفوش كيف باش تكمل البطوله وقتاش في تحكم شنو المصير نتاع البطوله. هذا الكل يلزم نلقاو حل لموضوع الاثارات لانه معناها من اليوم ما زلنا ماناش عارفين على اللوطه في الترتيب ولا في الترتيب الفوق الامور تنجم تتبدل. نقول بالنسبه للترجي الرياضي التونسي يقوم بعمل كبير كما قلنا معناها باذن الله ان شاء الله القادم خير ان شاء الله حظ وافر الملعب التونسي والحقيقه الملاعبيه نتاعو اليوم نقول كما قالوا ان شاء الله الجول سامح لانه داكوردو لمنا ولكن زاد حتى اللي عملوا هذوك ما هو يعرفوا عندهم عائلاتهم غلطوا ان شاء الله ذا درس للناس الكل في المستقبل من هنا لقدام درس للناس الكل. نقول ربي يفرج على الناس الكل ربي يفرج على الناس الكل لانه انا نعرف الملاعبيه هذوما عندهم صغار وعندهم عائلات وراهم ومعناها وانا ما نحبش شكون منا ومنا معناها شكون يتضرر. هذا كلمه نقولها في الختام. نختم ونقول معناها ان شاء الله كورتنا من حسن لاحسن خاصه الجولتين اللي قعدوا ان شاء الله يتعدوا في كنف الروح الرياضيه. شو الان مع المنتخب الوطني التونسي اللي كذلك عنده موعد هام ويحضر في مباراته ضد جيبوتي مع توجيه الشكر ليك سي جلال. ما زال تشقد معنا سي وصفتي باش نرجع كلمه واحده وسي غازي وسي رياض. كلمه واحده اللي كنت نسمع فيها انا نقول ان شاء الله انا نقول معناها اعتقاد انه راهو الاستحقاق فوق الميدان لا موازين قوى لا حاجات توا يمكن كما شار باش يوريهم ولا باش يقول عليهم غيره. راه فما قانون يطبق على الناس الكل اللي عنده فريق يستحق البطوله ياخذ البطوله وراهو الجامعه التونسيه لكره القدم راهي على نفس المسافه من الفريق الكل والقانون هو اللي يطبق. وفما اللي يمكن ما عجبوش قرار ولا غيره فما طرق نتاع تقاضي يتبعها وحتى حد لو ما عنده الحقيقه الكامله كل واحد هو المشكله نحن وين ونية كل واحد يخايب عنده الحقيقه الكامله. لا اجتهدنا واخذنا قرارات اعتقدنا ونعتقد ولليوم نعتقد انها صايبه اللي ما عجبوش فما طرق اخرى وراو نعاود ونقول رانا على نفس المسافه من الفريق. كلمه برك حبيت نقول احنا مع تطبيق القانون على الناس الكل. برشا الناس قالوا البطوله موجهه ولا بروف هي 2 جورني دو لا فان حتى حد ما يعرف شكون هو البطل باش الناس معناها حتى الكلمات والسلامات والناس اللي تهيج في الاوضاع كل واحد يستكفى بروحه ويتلى بروحه. يعطيكم الصحة. شكرا لك سي جلال. سي غازي نجمش كلمة صغيرة نتوجه بها الجمهور الملعب التونسي ونقول له اليوم لازمنا كل نفيقوا على رواحنا في خضم الشيء هذا اللي صار الكل. احنا طحنا في الديفيزيون 2 لازم نحطوا اليد في اليد لازم نخدموا بالحق لازم نكونوا جمعية صحيحة. الشيء اللي صار لازمنا ناخذوا منه دروس. متأسفين على الضرب اللي صار في الميدان ونطلبوا من جمهور المرسى السماحه. شيء اللي صار هذا موش راهو من شام الملعب التونسي اول جمعيه في الجمهوريه بعد الاستقلال هزت كوب شامبيونا مع بعضهم. جمعيه اعطت 9 جوارات في نفس الوقت الفريق الوطني. جمعيه ساهمت في الرياضه في تونس. نقولوا لهم سامحونا راه مش من عادات الملعب التونسي ولا من اخلاقنا الشيء هذا. لازمنا نحطوا اليد في اليد لازمنا نبنيو جمعيه جديده خارجه من صلب الملعب التونسي من اولاده ومن اولاد المنطقه واللي يحبوا الملعب التونسي الكل وما هيش لا فان دو موند. جمعيات كبيره طاحت وطلعت ليسونسيال الطلوع نخدموا كل مع بعضنا. لازمنا نحطوا اليد في اليد الناس الكل ونتعداو الحكايات الفارغه نتاعنا ما عندها وين توصل وان شاء الله الملعب التونسي يرجع بعد عام الجاي نجموا نوعدوكم ونكونوا فرحانين وان شاء الله نستعيذوا بالدروس هذيا وربي يقدر الخير لتونس والرياضه التونسيه. حاجه نمر عليها مرور كرام دامك انت معنا في صوره انه الملعب التونسي ما كملش مبارياته في البطوله
هل بالحق انه يولي يتعاقب معناها العام الجاي يلعبوا كان صنف شبان وبعد عامين يرجع بالقسم الرابع ولا لا؟ انت توضيح قانوني قال عندهم هم لجنه قانونيه في الشيء هذا قالوا عندهم هم لجنه قانونيه وراي درست وقالت تدرس الموضوع هذايا فما قرارات اذا كان نحن نعتقد ان شاء الله ما يوصلش في الفورفيه الملعب التونسي كما قلنا راهو فريق معناها ماهوش نتاع اللي باش واذا كمل معناها ماهوش اذا كان فما قرارات تاخذها مكتب الرابطه باش تاخذ القرارات هذه باش يطبق القانون معناها. واضح. يعطيكم الصحه. نمشيو الان للمنتخب الوطني التونسي اللي حضر في مواجهته ضد جيبوتي. محمد علي هداجي، فضل العريبي.